السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وأولياء أمور الصف الرابع الابتدائي. عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن الدرس السادس معانا وهو المستثمر الصغير. المستثمر الصغير هنتكلم النهاردة عن البنوك. هنتكلم عن بنك مصر، أول بنك بننشأه، وهنتكلم عن الشخصية اللي أسست بنك مصر وإيه هدف البنك. كمان هنتكلم عن خدمات البنوك، بنعمل ايه في البنك، ايه الخدمات اللي البنك بيقدمها لي. هنتكلم كمان عن خدمات مكاتب البريد، هنتكلم على البريد وايه الخدمات اللي بيقدمها لنا. وكمان هنتكلم عن خدمات المركزية او خدمات البنك المركزي المصري، وهنعرف ان هو بيشرف على كل البنوك وعلى المؤسسات المصرفية. كمان هنعرف 3 فروق ما بين 3 حاجات عندنا، الفرق بين الحاجات والرغبات والاستهلاكات، وكمان كيف تدخر المال. هنعرف ايه هي الخطوات اللي هندخر فيها المال، وكمان هنتكلم عن القروض. كل ده هنتكلم عنه في درسنا النهاردة. يلا نبدأ مع بعض الدرس بسم الله، وهو المستثمر الصغير. احنا دلوقتي كمستثمر صغير كده بعنوان الدرس بتاعنا عايزين ان انت كمستثمر صغير عايز تستثمر فلوسك او عايز تدخر فلوسك، بمعنى اصح عايز تحوش فلوسك. فبتعمل ايه؟ فمن هنا طرقت فكرة البنك. البنك، طب مين هو اول من قام بتأسيس البنك؟ واول بنك كان شخصية عظيمة جدا، وهو محمد طلعت باشا حرب. محمد طلعت باشا حرب ده كان خبير للاقتصاد، خبير اقتصادي. فقام او جات له فكرة ان هو يأسس بنك يكون بنك مصري خالص كده، فسماه البنك ده فسماه ببنك مصر. طلعت حرب او محمد طلعت باشا حرب ده كان خبير اقتصادي، فجات له فكرة ان هو ينشأ بنك. ليه ينشأ بنك؟ عشان خاطر ان المصريين يدخروا فيه اموالهم او يحوشوا فيه، معنى كده صح، اموالهم. طب وبعدين هيبقى الاموال دي طبعا هيجي بفايدة على مصر وعلى المصريين، لان هيتم انشاء المشروعات القومية، لان الفترة دي كانت فترة احتلال الانجليز لمصر. فطبعا حب ان يكون البنك ده مصري خالص بفلوس المصريين، والمشاريع اللي تقوم مشاريع بأيادي المصريين ومن اموال المصريين. يبقى ده شخصية عظيمة جدا. في الفترة دي اللي عام 1920 تم تأسيس بنك مصر. تم تأسيس بنك مصر على يد مين؟ على يد الخبير الاقتصادي طلعت حرب او محمد طلعت باشا حرب. طيب، أهمية البنك، ايه أهميته؟ في الفترة ديت المصريين ما كانش فيه بنوك مصرية، فكان المصريين لما يجوا يدخروا فلوسهم او يشيلوا فلوسهم، يعني يحوشوا فلوسهم، كانوا بيحطوها في بنوك انجليزية تبع انجلترا، لان انجلترا كانت محتلية مصر في الوقت ده. طيب، طلعت حرب، وطبعا لما الانجليز بيبقى فيه مدخرات المصريين موجودة عندهم، فالانجليز او انجلترا هي اللي هتستفاد بالمدخرات دي. طب طلعت حرب فكر ليه ما المدخرات دي ما تبقاش في بنك يكون مصري خالص، ده فلوس المصريين، بدل ما الانجليز هما اللي بيستفادوا منها، ليه المصريين ما يستفادوش منها ونعمل مشاريع قومية؟ فجاء البنك المصري ده كان اول بنك وطني مصري في تاريخ مصر كلها. بنك مصري خالص من فلوس المصريين، من مدخرات المصريين، من جهود المصريين. فعملوا ايه؟ ان المصريين بدأوا يسحبوا فلوسهم من البنوك اللي هي الانجليزية، وكذلك التجار كانوا شغالين في الاقتصاد في الوقت ده، وبدأوا يحطوها في بداية المشروع ده او بداية البنك الوطني ده. وده كان طبعا كان دعم مئات المشاريع في جميع انحاء الجمهورية، لان البنك ده دعم مشاريع قومية كتير جدا جدا، سواء في المشاريع الزراعة او في الصناعة او في مجال التجارة. فده طبعا المشاريع دي تم دعمها عن طريق ايه؟ عن طريق استثمارات ومدخرات الشعب المصري اللي تم ايداعها في البنك المصري. طيب، حد يسألني يقول لي طب ايه هي الأهمية او ما النتائج المترتبة على انشاء بنك مصر؟ النتائج اللي ترتبط على كده ايه؟ ترتب عليها نقطتين عندنا مهمين جدا. عندنا ساعد ذلك على ازدهار الاقتصاد المصري، وكمان زادت أعداد البنوك وأصبح لها فروع في كل المحافظات. طيب،
ساعد على ازدهار الاقتصاد المصري، ان الاقتصاد المصري ازدهر بقى فيه مشاريع كتير جدا جدا ومصانع كتيرة قامت على بنك مصر، فكان سبب ان الاقتصاد المصري يزدهر ومشاريع كتيرة قومية تبقى موجودة. كمان ان زاد اعداد البنوك واصبح في كل محافظة كان فيها فرع او فروع كتيرة من بنك مصر، يبقى زادت اعداد كمان البنوك. يبقى ده النتائج اللي ترتبط على انشاء بنك مصر، انه ساعد على ازدهار الاقتصاد المصري وزادت اعداد البنوك واصبح لها فروع في كل المحافظات. طيب بما تفسر انشاء بقى بنك مصر، هنقول انشاء بنك مصر، هنقول لاستثمار مدخرات الشعب المصري وذلك من خلال دعم مئات المشروعات. يعني انا بدخر فلوسي او بشيلها او بحوشها عن طريق ان انا بيجيلي دخل كده، بصرف دخل وبشيل الجزء التاني او بدخر الجزء التاني عن طريق البنك، ان البنك بيقدمها لي في جميع او في مختلف المجالات، زي مجال زراعي بيشتغل فيها، مجال صناعي، مجال تجارة. فده بيساعد ان المصري او الشعب المصري يدخر ان هو يقدر يستثمر فلوسه ويدخرها كده براحته، ان هو يقدر يحوش الفلوس اللي هو عايزها او يشيلها او يعينها وياخد جزء تاني يصرفه. يبقى دي بما تفسر انشاء بنك مصر، هنقول استثمار مدخرات الشعب المصري وذلك من خلال دعم مئات المشروعات في جميع انحاء الجمهورية بالمجالات المختلفة زي الزراعة والصناعة والتجارة. طيب ايه هي الخدمات بقى اللي البنك بيقدمها لي؟ البنك عندنا بيقدم لنا خدمات كتيرة جدا وبدأت تتطور في الفترة الأخيرة. البنك عندنا بيقدم لي خدمة قبول الودائع، ان انا عايز مثلا احط وديعة او اشيل مبلغ على جنب كده، فاروح البنك واشيله هناك، فالبنك كده بياخد الفلوس دي يعملها لي وديعة ويشيلها لي ويديني طبعا ضمانات كتيرة جدا، وبيفتح لي ان هو بيديني فيزا. عارفين الفيزا اللي بتبقى مثلا بابا وماما معاهم فيز كتيرة؟ الفيزا دي مثلا ممكن نستخدمها في كل حاجة. ممكن مثلا انا لو مش معايا فلوس وفلوسي شايلها في البنك، ممكن اي سوبر ماركت، اي مول، اي مكان تجاري، اي حتة، اي كافيه مثلا، في اي مكان عايزة اشتري او اقعد او اعمل اللي انا عايزاه، بدفع الفيزا او بديهم الفيزا واكتب الرقم السري ده، لازم الرقم السري ده محدش يعرفه، واسحب الفلوس اللي انا عايزها. دي خدمة كويسة جدا. كمان فتح الحسابات المختلفة، ان انا لو ما عنديش حساب في البنك، ان انا ممكن افتح حسابات كتير جدا، اروح بكده بالبطاقة بتاعتي بيفتحوا لي حساب ويحطوا لي فيها فلوسي وبيدوني باسورد وبيدوني اللي هي الكريدت كارد اللي هي الفيزا، بيدوها لي كده تبقى معايا بالباسورد بتاعها. كمان ان هي البنك بيقدم القروض، اعطاء اموال القروض للمستثمرين. مثلا في مستثمر عايز قرض بحيث ان هو عايز يفتح مشروع، عايز يشتري مكن، عايز يفتح محلات، فالبنك بيدي قروض، يعني بيديلهم كده الفلوس اللي هم محتاجينها يفتحوا بيها المشروع بتاعهم بيستثمروها. فالبنك بيساعد ان هو بيدي قروض للناس اللي محتاج قرض بحيث ان هو يفتح المشروع اللي هو عايزه. ان انا يعني قرض، يعني مثلا ان انا استلف زي كده، استلف من البنك ان انا رايحه عايزه فلوس مبلغ معين اكمل على مشروعي وكده، فبروح للبنك بستلف منه فلوس، فالبنك بيديني الفلوس دي على هيئة قرض. فالقرض ده المفروض بيديني ميعاد ان انا بقى بسد لهم الفلوس دي، ممكن اسدها لهم بالتقسيط، ان انا مثلا كل فترة او كل شهر ادفع مبلغ معين من السلف اللي انا اخدته او من القرض اللي انا اخدته. دي الخدمات او من ضمن الخدمات اللي بتقدمها لنا عندنا البنوك. كمان عندنا حاجة اسمها البريد المصري. البريد المصري ده او اللي احنا مشهور عندنا باسم البوسطة. البوسطة دي مشهورة عندنا، او البريد المصري. البريد المصري برضو بيقدم الخدمات اللي بيقدمها لنا البنك، ان انا ممكن احط فيه فلوس واشيل فيه فلوسي برضو واخد منه عائد، وكمان بيطلع لي اللي هو الكريدت كارد اللي هو الفيزا، بيديني فيزا زي البنك برضو. وكمان البريد المصري ده بقى منتشر في كل انحاء الجمهورية، كل مكان في مصر هنلاقي بريد مصري او هنلاقي البوسطة. فعلشان كده اكيد هنلاقي من كتر ما هما كتير، هنلاقي احد مكاتب البريد من قريبه منين، قريبه من بيتك، من مكان سكنك. يعني احنا كده اكيد في كلنا مثلا قريب مثلا من بيتنا، بعدنا بشارعين يعني جنب بيت جدتنا، بيت خالنا، عمنا، اكيد بيبقى فيه البريد المصري او البوسطه، فبتبقى قريبه من بيتنا جدا.
فدي بتنتشر وبتقوم برضو بخدمات ايه، بتقوم بالخدمات المصرفية زي البنك. ان انا ازاي، ان انا ممكن افتح حسابات التوفير في البريد المصري. ممكن افتح كده حساب اسمه حساب التوفير. حسابات اللي هي التوفير ده بيدوك كده، بتروح تفتح حساب توفير في البريد المصري، فبيدوك كده دفتر زي دفتر التوفير كده، بيأيدوا لك كده او بيكتبوا لك فيه انت دفعت فلوس قد ايه او شايل فلوس قد ايه في الحساب ده. والمفروض ان انت كل سنة او كل سنتين بتاخد عائد او بتاخد فوائد او بتاخد مكسب. اما بياخدوا الفلوس دي يشغلوها فبيطلع منها مكسب، فبيحطوا لك المكسب ده انت على الفلوس بتاعتك. طب الفلوس دي مثلا بتبقى بالشهر بالسنة بالسنتين على حسب انت ما بتفتح الحساب التوفير. وبيدوك طبعا برضو فيزا او اللي هو الكارت اللي انت بتسحب منه من اي ماكينة صرافة. كمان الادخار ان انت ممكن تدخر تحوش فيه الفلوس زيه زي البنك. كمان عندنا البنك، تالت حاجة البنك المركزي المصري. البنك المركزي المصري ده، البنك المركزي المصري ده ليه أهمية، طبعا ليه أهمية. يبقى بما تفسر إنشاء البنك المركزي المصري، يبقى نكتب هنا جنبيها كده بما تفسر إنشاء البنك المركزي المصري. عندنا لعدة أهداف. أولا إصدار النقود. النقود البنك المركزي المصري ده هو اللي بيصدر النقود. عارفين مش في ولاد أوقات كده في وقت العيد أو في أوقات كتيرة بتلاقي بابا بيدينا فلوس كده، الفلوس دي بتبقى جديدة جدا، تقول إيه ده الفلوس دي جديدة لسه طالعة من البنك دلوقتي. هي دي البنك المركزي ده هو اللي بيصدر النقود. تلاقي كده كل أنواع العملات والفلوس هو اللي بيصدرها، تلاقيها الفلوس لسه جديدة، لسه عاملينها جديدة جدا جدا، وتلاقيها بتمسك كده تبقوا فرحانين بيها. كمان البنك المركزي المصري بيعمل ايه، انه بيشرف على جميع البنوك، كل البنوك اللي موجودة في مصر البنك المركزي المصري ده بيشرف عليها. كمان الاشراف على المؤسسات المصرفية في مصر بما ذلك البريد المصري، يعني بيشرف على البريد المصري اللي هو ايه، اللي هو البنك المركزي. طيب المؤسسات المصرفية زي ايه، زي مثلا عندنا المرتبات. لما يبقى في موظفين كده، وموظف المفروض بيتعود ان هو بيروح بعد كل اخر شهر يروح كده الموظف عنده بياخد منه المرتب بتاعه وبيمضي ان هو اخد المرتب. ساعات المرتب بيبقى ناقص، مرتب زايد. لا دلوقتي بقى ان عندنا الرواتب دي كلها بتاعت الموظفين بتتحول لايه، بتتحول للبنك. كله كده موظف بيكون معاه الفيزا بتاعته، مرتبه ينزل على البنك او كده، فبيروح يسحب بقى الايه المرتب زي ما هو عايز في اي وقت هو عايزه. فده البنك المركزي المصري بينشر عندنا من ضمن اهدافه ان هو بيصدر النقود او اللي هي العملات الفلوس دي، يعني هو اللي بيصدرها. بيشرف على جميع البنوك، بيشرف على المؤسسات المصرفية في مصر زي البريد المصري. سؤال بيجي لنا هنا، كيفية ادخار الماء. ازاي بتدخر الماء؟ يعني انا لو عايزة ادخر مال كده وعايز احوش مال، اشيل مال، اركن مال، فاعمل ايه؟ ازاي اعمل كده؟ ان انا او انت كأنك عايز تدخر الماء فعلا، عايز تشيل مال فعلا، عليك بثلاث حاجات مهمة جدا ولازم تفرق ما بينهم. تفرق ما بين حاجة اسمها الحاجات والرغبات والاستهلاكات. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي عايز تدخر مال وعايز تشيل مال، فلازم تبقى حاطط كده في دماغك ان انا ناوي احوش او اشيل مال او ادخر مال كده. فتحط في دماغك ثلاث حاجات، حاجة اسمها الحاجات والرغبات والاستهلاكات. الحاجات يعني ايه؟ الحاجات يعني الحاجات اللي انا عايزها، اللي انا يجب ان تحصل عليها لتعيش، مثل الايه، مثل الغذاء. يعني مثلا انا عايزه اشيل فلوس، طيب انا الفلوس دي كلها اللي معايا اروح اشيلها. طب المفروض ان انا في الفلوس دي محتاج، شو بقول ايه، بقول محتاج ان انا اشتري اكل. طبعا محتاجين كلنا، لازم ناخد اكل ونجيب اكل عشان خاطر نقدر نكمل يومنا ونقدر نعيش، فطبعا محتاجينه. فدي من ضمن الحاجات، الحاجة اللي انا لازم يجب ان انا اجيبها، يجب ان انا احصل عليها، يجب ان انا اشتريها. فهي دي بنقول عليها الايه، بنقول عليها الحاجات. يبقى الحاجات اي حاجة اللي هي المفروض الاشياء اللي انا يجب ان انا احصل عليها علشان اعيش، زي قلنا الغذاء. طب الرغبات بقى، الرغبات بقى هي الأشياء اللي بيكون من الجيد الحصول عليها ولكن تستطيع العيش بدونها، مثل الايه، مثل الألعاب. يعني أنا رغبتي نفسي ايه ده واحنا ماشيين كده لقينا محل ألعاب، في ألعاب جميلة جدا جدا جدا. طيب أنا نفسي في الألعاب دي كلها صح، أو نفسي أشتري اللعبة دي واللعبة دي واللعبة دي، أنا ممكن إن أنا أحصل عليها، بس ايه ده،
لو انا مثلا ايه ما اشتريتش اللعبة دي هيجرى لي حاجة؟ مش هقدر اعيش من غير اللعبة، ولا هتعدي كده وهنساها؟ هتعدي وهنساها. يبقى في فرق ان انا في حاجة محتاجها زي الاكل والشرب ان انا لازم اكل، في حاجة زي الرغبات ان انا نفسي مثلا اجيب العربية دي، نفسي مثلا اجيب اللعبة دي، اجيب الفستان ده، اجيب البدلة دي. بس لو ما جبتهمش مش هيجرى لي حاجة، يعني هقدر اعيش وايه وهتأقلم. يعني حاجة نفسي فيها بس ممكن اعيش من غيرها لو ما جاتش. دي رغبتي نفسي فيها. طيب كمان الاستهلاك يعني ايه؟ يعني انفاق النقود لشراء الحاجات والرغبات. الاستهلاك ده ان انا بدفع فلوس، بنفق فلوس، بدفع فلوس او بنفق فلوس عشان ايه؟ عشان اشتري الحاجات زي الاكل كده، وكمان اشتري الرغبات زي الالعاب والشوكولاتات والبسكوتات وكل حاجة انا نفسي فيها. يبقى الاستهلاك ده هو سواء اشتريت حاجات او اشتريت رغبات اسمه عندي استهلاك. يبقى تاني، عشان ادخر المال لازم افرق بين 3 حاجات مهمة جدا، ان انا حاجة اسمها حاجات، وفي رغبات، وفي استهلاك. الحاجات اللي انا يجب ان احصل عليها عشان اقدر اعيش زي المية زي الاكل، لازم ادفع فلوس عشان اجيبهم. الرغبات حاجات نفسي فيها بس ممكن ما اجيبهاش. يعني مثلا عايز ايه اشتري مثلا زي ما قلت شوكولاتة، ممكن نفسي ان انا اجيب الشوكولاتة الكبيرة دي، بس في نفس الوقت عادي لو انا ما اشتريتهاش مش هيحصل لي حاجة يعني، بس انا كان نفسي فيها بس عادي لو ما جبتهاش. الاستهلاك بقى ده اللي انا بدفع فلوس عشان اشتري الحاجات والرغبات، الحاجة اللي انا محتاجها، والرغبات الحاجات اللي انا نفسي فيها، فبنسميه ايه؟ بنسميه بالاستهلاك. طيب بعد كده خطوات الادخار. ايه الخطوات ان انا ادخر او ان انا احوش فيها؟ معايا مبلغ مثلا من الفلوس او من المال كده، مثلا معايا 1000 جنيه مثلا. ال1000 جنيه ديت انا عايز احوشها، وفي نفس الوقت عايز اجيب الحاجات بتاعتي، فاعمل ايه؟ طيب الاول عشان تعمل خطوات الادخار، اول حاجة بتحسب مجموع الاموال اللي بتحصل عليها كلها. بتحسب كده انت معاك فلوس قد ايه. طب انا مثلا قلت مثلا معايا 1000 جنيه، تمام كده. معاك كام؟ معاك 1000 جنيه. طيب انت عايز تستهلك من ال1000 جنيه دي، محتاج منهم فلوس قد ايه عشان تشتري حاجاتك، الحاجات اللي احنا قلنا عليها فوق اللي هي الحاجات المهمة زي الغذاء، وفلوس قد ايه عشان تشتري منها رغباتك. تمام كده. يبقى انا معايا 1000 جنيه، ال1000 جنيه ديت المفروض بس أنا هصرف منها 300 جنيه مثلا هجيب منهم اكل. حلو كده. 300 جنيه الاكل، ومحتاج منهم 200 جنيه ان انا ايه اجيب منهم الحاجات رغباتي بقى زي ما قلنا، اشتري بسكوتاتي شوكولاتاتي، اجيب مثلا كتاب عاجبني، إيه شوز، بدله بنطلون. فدي حاجه ليا نفسي فيها رغبتي. فانت بتحسب ده بكام وده بكام، هتستهلك هنا كام وهنا كام، هتدفع هنا كام وهنا كام. بعد كده بتدخر المال اللي عادة ما تنفقه في إشباع رغباتك، لأن استهلاك هذه الأموال ليس بالضرورة. يعني إيه؟ يعني أنا طلعت من ال1000 جنيه 300 جنيه الأكل، وفي 200 جنيه أو أكتر دولت للرغبات، يعني الحاجة اللي أنا نفسي فيها. فأنت ممكن تطلع الحاجة اللي أنت محتاجها، اللي هي الحاجات اللي هي زي الأكل كده والغذاء، تطلعه. أما الرغبات فأنت ممكن إيه؟ ممكن مش لازم تشتريها، مش ضرورية، مادام مش ضرورية مش لازم تصرف فيها فلوس وتستهلك الفلوس. حاجة ما هتجيبها كده عادي، لو انت ما جبتهاش فخلاص مش فارق معاك. فممكن ايه؟ ممكن تدخر الفلوس دي او تحوش او تشيل الفلوس دي. يبقى خطوات الادخار، بنحسب مجموع الاموال اللي بنحصل عليها كلها، بنحسب بنستهلك قد ايه لشراء الحاجات وقد ايه لاشباع الرغبات، وكمان بندخر المال اللي عادة بننفقه في ايه؟ بننفقه في اشباع الرغبات، لان استهلاك هذه الاموال مش بالضرورة، مش كل حاجة نفسنا فيها بنقدر نجيبها. طيب اذا بقى فعلت ده، فانت بتنطبق عليك قاعدة اقتصادية مهمة جدا، وهي كلما قل الاستهلاك زاد الادخار، وزاد الاستثمار، وازدهرت الاقتصاد. كلما قل الاستهلاك بتاعك ده قل، هيزيد معاك الفلوس لان انت بتقلل في استهلاكك. الاستهلاك زي مثلا الرغبات بتوفر كده، فهيزيد معاك الادخار، هتزيد معاك الفلوس، وهتزيد معاك الاستثمار. الفلوس دي ممكن تستثمر فيها وممكن تعمل بيها حاجات كتير جدا، فهتزدهر اقتصاديا، فيحصل عندك ازدهار اقتصادي. وبكده نكون خلصنا الدرس، وان شاء الله هنحل الاسئلة مع بعض. خلاص كده، لو عندكم اي سؤال اكتبوهولي في التعليقات وانا هجاوبكم عليه.
هتمنى لكم التوفيق وهتمنى لكم النجاح، ومع السلامة في حفظ الله ورعايته.